دلوقتي عندي حد ارتست جاي يشتغل معايا بيقول لي انت ليه ما بتماسترش الهاي هات. فهمت هو ليه قصده بالموضوع ده، بس الهاي هاتس الحاجات الهاي اند دي امم تتمكس ازاي يعني؟ او يعني هاخدك اه معظم الوقت الحاجات الهاي اند دي الميكسنج اللي عند، مش هقول لك البروفيشنال انجينيرنج يعني، 80% من المهندسين هتلاقيهم بيقفلوا الهاي بتاعتها، مش بيسيبوها يعني انا كنت بعمل العكس بقى. هاي شيلف وتقوم موطيها. تمام. هقول لك ليه. آه احنا ودننا بتلقط الهاي فريكوينسيز اسرع واحسن. يعني حتى هتلاقوا ان احنا عندنا صعوبه كلنا، وحتى في الرومز وفي السماعات، ان احنا نسمع اللو فريكوينسي كويس. ولو عايزين نسمعها بنجيب سب ووفر ونجيب هيدفون اغلى وبتاع. مش هتلاقي حد بيشتكي ان عنده مشكله فين، في الهاي. وحتى لما بتيجي تبص على اي ليفل بالانس انت عملته او فتحت اي اغنيه، بتبص على الايكولايزر بتاعها، بتلاقي شكلها عامل كده: اللو كتير، اللو ميد قليل، الميد رينج اقل، الهاي اقل. فمعظم الوقت اصلا المفروض ان انت تتيم الهاي اند، يعني تقللها. طبعا الليفل بيلعب عامل. انت زي ما قلت لك لما بتبص بتلاقي هي الفيدر بتاعها موجود تحت خالص. فاهم؟ لو حسيتها لسه بتلمع او لسه عامله مشكله، افتح اي كيو ونقص الهاي اند بتاعتها. انا كنت بعمل العكس، انا كنت بقفل اللو واعليها هي. لا، ما هو انت كل ما لو فيها لو مش مطلوب طبعا، اه بس انت كل ما تقفل اللو كل ما الهاي هيضرب في وشك. ما هو الاي كيو بيشتغل بحاجه اسمها ميرور اي كيو. اه فاهم؟ يعني كأن انا عيني شايفه دلوقتي حاجه معينه، الحاجه المعينه دي شايفه فيها 4 نقط. ماشي، لو انا عايزك تركز على النقطه الصفراء هقوم شايل الثلاثه التانيين. فانت عينك مش هتبقى شايفه غير النقطه الصفراء دي. تمام. فالاي كيو بيشتغل اوبزيت، في حاجه اسمها ميرور اي كيو. يعني لو في صوت انت شلت منه الهاي كتير هتسمع اللو بتاعه، في صوت شلت منه اللو كتير هتسمع الهاي بتاعه اكتر. تمام فهمت.